الصيف وجماله. يا ستار يا رب. الجو زمت كده ليه؟ مساء الخير. طبعا كلنا عارفين ان الصيف اصعب وقت في السنة كلها، وده بسبب تعرضنا لمشاكل كتير قوي ناتجة عن الحرارة زي مشاكل النظافة وغيرها، والمشاكل دي بتأثر على يومنا ونفسيتنا، وغالبا بتتسبب لنا في ضغوطات نفسية وبتأثر على حاجات تانية كتير. اهلا بيكم، انا علي عبد الخالق، وفي الحلقة دي هجاوبك على سؤال: ازاي تتغلب على مشاكل الصيف وتعفي نفسك من مشاكل النظافة والروائح والحرج وغيره. مشاكل الصيف انواع، وهقسمهم لك على 7 مشاكل رئيسيه، واول مشكله هقسمها لك على 5 نقط فرعيه. واول مشكله هي مشكله العرق، ودي اللي هنقسمها على 5 نقط فرعيه زي ما قلت. اول نقطه في مشكله العرق هي الريحه الكريهه، ودي بتعتمد على 6 اسباب، زي نظامك الغذائي، كميه الميه، خامات اللبس، مشروبات مضاده للريحه، التدخين، ومزيل رائحه العرق. وهناخد اول سبب وهو النظام الغذائي. عشان تحافظ على نظامك الغذائي المظبوط لتجنب الريحه الوحشه، يبقى هتتجنب اكل الطبيخ المسبك، وهتتجنب التوابل، الثوم والبصل والخل واي عنصر ريحته نفاذه. هتقولي ازاي؟ هقول لك ده حل اساسي من الحلول. تجنب على قد ما تقدر، هتلاقي نتيجه بس بعد فتره مش قليله. هتتجنب كمان اكل البسطرمه واللحوم المصنعه زي اللانشون والبرجر والسجق والسوسيس وغيره. وهتتجنب تماما شرب العرقسوس والحلبه نهائي في فتره الصيف، لان ريحتهم هتظهر في عرقك فورا. قاعد ساعة ونص وطالع الريحة هي ادي وراثه يا امير. وحاول تقلل من المسبك. هتقولي لا كده كتير. هقول لك مش كتير قصاد نظافتك وريحه جسمك وبعدك عن الغلط. وبعدين لو على الطبيخ ما تخليش الاكل يتسبك قوي، وقلل الثوم والبصل في مكونات الطبخ، واستبدل المسبك والاكل المقلي بالاكل المشوي والمسلوق. والتوابل مش هتفرق معاك قوي لو قللت منها. ولو اتمنعت عن الحلبه والعرقسوس فده مش ادمان، يعني اعتبر نفسك مسيحي وصوم عن الحاجات دي طول فتره الصيف وقبل الصيف. وحاول تضيف لاكلك ومشروباتك العناصر الغنيه بالزيوت العطريه او العناصر اللي فيها روايح حلوه لتعطير جسمك. يعني ببساطه اشرب ليمون ونعناع وماء ورد وينسون وقرنفل وغيره. السبب التاني في اول نقطة هي كمية شرب المية، فلازم تشرب مية حد ادنى 3 لتر. وعشان تتخطى الكمية دي قدامك حلين: الاول انك تظبط ازازة في الشغل وازازة في البيت وازازة معاك في الشارع، والحل التاني انك تعمل منبه يفكرك كل نص ساعة انك تشرب، او مع كل دقة نص ساعة تشرب حب. واشرب حتى لو مش عطشان. وحاول تجرب الديتوكس، وهو انك تحط ماء ورد او نعناع او ليمون في المية، والاختراع ده اسمه ديتوكس. والديتوكس هيطرد كمان السموم من جسمك وهيصلح لك حاجات كتير، ده غير انه هيعطر جسمك كمان. السبب الثالث هي قله شربك للعناصر المعطره لجسمك زي النعناع، وده مهم جدا، واليانسون والشاي الاخضر، فلازم تشربهم بدل الشاي العادي. وتواظب على العصاير الطبيعيه زي القصب مثلا. ويا سلام لو تزود لمشروباتك موارد، هتزود تعطير جسمك. رابع سبب لرائحه العرق هو نوع لبسك، من ضمن الحاجات اللي بتعمل ريحه. حتى لو انت محافظ على اكلك فخامه لبسك هتفرق، فلازم تمنع لبس الهدوم البوليستر او اللي معموله من الالياف الصناعيه بانواعها. تستحمل هدومك دي ازاي؟ لعلمك الخامات ديت بتحرر يعني. تلبس قطن وكتان، ولو ما بتعرفش تفرق بين الخامات فشوف حد من اسرتك بيعرف يفرق. انت اللي حلو قميصك حلو فيسكوس ده. خامس سبب هو التدخين، طبعا لانه بيساهم في نمو البكتيريا على جلدك فبيتسبب لك رائحه العرق، واي مصيبه للجسم التدخين بيشارك فيها، فحاول تقلله. 6. لازم تستخدم مضادات ريحه العرق او المزيل، ولازم تعرف الفرق بين مضادات العرق وبين مضادات ريحه العرق، لان مضادات العرق بتحبس العرق وممكن تسبب لك سرطان، لكن مزيل رائحه العرق بيقلل العرق ويزيل الرائحه. وهنا انصحك بالديودرنت اللي هو سائل مش السبراي، لان السبراي بيعتبر مجرد ريحه وغالي كمان. والاحسن منهم هما الاثنين الباودر اللي بالالوفيرا زي المنتج ده، هيديك نتيجه فظيعه من اول استخدام، وده عن تجربه شخصيه. ولو مش عايز تستخدم مزيلات عرق يبقى هتدهن مناطق العرق بزيت جوز هند، لانه مضاد للبكتيريا، والبكتيريا يعني ريحه كريهه، فممكن كمان تستخدم الشبه. تاني نقطه من انواع مشاكل العرق وهي فرط العرق او التعرق بكثره شديده، ودي هتلاقيها لو عندك احتباس ميه او بتاكل املاح كتير او بتشرب ميه كتير.
كتير، وفي الحاله دي هنصحك انك تستمد الميه من اكل الخضار والفاكهه لانها بطيئه الامتصاص، لكن العرق الكتير مش شرط يكون من الشرب الكتير. تالت نقطه، لو انت بتخاف على مظهرك جدا يبقى هيقابلك مشكله بلل الهدوم من كتر العرق وظهور اللون الابيض اللي هو الملح على الهدوم من العرق، ودي هقول لك تحلها ازاي بسهوله. اولا تلبس هدوم واسعه، والهدوم الواسعه شيك برضو زي الضيقه، وبعدين مش وقت هدوم ضيقه خالص في الصيف. وتلبس كمان هدوم لونها فاتح زي الابيض والاوف وايت والبيج بدرجاته والاصفر الفاتح والازرق الفاتح او النيلي والرمادي الفاتح وغيره. وتلبس فانلة داخليه تحت الهدوم لو مشكله العرق فتحاك وسط الناس. صدقني ده حل كويس، خصوصا لو بيحصل لك المنظر ده ويكسفك. ولو بتعرق كتير في منطقه الابط يبقى هتجيب فوط امتصاص مخصوصه لعرق الابط، ودي متوفره في اغلب الصيدليات وهتحل لك مشكله المكان ده. لو الموضوع زاد عن حده ومأثر عليك فهتروح لدكتور عشان هيوفر لك حلول طبيه كتيره، من ضمنهم حقن البوتوكس في مكان التعرق الشديد. ده انا جسمي بينز عرق. اما مشكله التلزيق فعلاجها انك تمسح دراعاتك ورقبتك والاجزاء الملزقه بالميه وتنشفها كويس، وتعمل عمليه صنفره بسيطه وانت بتنشف، او ان يكون معاك مناديل مبلله في جيبك او شنطتك ويتمسح بيها الاجزاء الملزقه في الجسم. وشرب الميه هيقلل نسبه اللزوجه او التلزيق. لو حسيت بأعراض تسلخات يبقى هتقلل المشي تماما وهتروح الحمام تعدل هدومك الداخليه، وحاول من وقت للتاني تبل مكان التسلخ عشان يحصل له عمليه ترطيب، لكن تتاكد بعدها انك نشفته تماما وبقى ملمسه ملمس الجلد الجاف. وحاول تدهنه باي ماده ملطفه للجلد سواء كريم او ماده دهنيه. مش محتاج افكرك ان طبعا في الصيف لازم تستحمى مرتين في اليوم، ومفيش حاجه اسمها ما عنديش وقت، لانك كده بتاذي نفسك وتاذي اللي حواليك. كله استحمى حمى. وتستخدم صابونه ضد البكتيريا، لان زي ما قلت لك رائحه العرق عباره عن بكتيريا، ودي بترجع لنوع الشوز ده. يعني لو كان كوتشي غالبا هيطلع ريحه بشعه، خصوصا لو رخيص وخامته رديئه، او انه مش بيتغسل باستمرار ومعبي عرق جوه النسيج. والحل انك تنقعه ساعات طويله في ميه ومسحوق او صابون، وما تلبسوش بعد الغسيل الا لما تتاكد انه نشف نهائيا عشان هيعمل ريحه عرق جديده. ودايما تحطه في الشمس بعد كل لبسه عشان يتعقم. اما لو جزمه فمش هتطلع ريحه، ولو طلعت بنسبه بسيطه يبقى الريحه جايه من الشراب اللي خامته برضو رديئه ومش بيتغسل كل لبسه، او ان الجزمه بتتلبس من غير شراب، او انك تلبس الشوز من غير ما تغسل رجلك قبلها. وخد بالك انت مش هتشم ريحه شرابك لانك متعود عليها، لكن اللي حواليك هيشموا. ده ريحته وحشه. انت شامم؟ واحسن انواع الشوزات في الصيف هي الصنادل او السليبر للستات والصنادل الرجالي لو هتليق على لبسك. ولو لابس جزمه حاول تقلعها كل شويه تهوي رجلك، حتى لو في المواصلات او على القهوه او اي مكان، بس اتاكد ان مفيش ريحه عشان ما تضرش حد. ده شريف رجلك ماتت. قنبله ايه؟ لازم كمان تشتري بودره مزيل عرق قدمين لو الموضوع مستمر معاك، وانقع رجلك مره او مرتين في الاسبوع في ميه سخنه لمده ما تقلش عن ربع ساعه عشان تتاكد انك عقمتها تماما والبكتيريا اللي عايشه تحت الضوافر تكون ماتت. وخد بالك دي سبب رئيسي في ريحه العرق، وعشان كمان تدوب وتنزل كل الجلد الميت اللي عليها. الاحتباس الحراري داخل الاماكن الغير مكشوفه زي الشقق والشركات والمصانع والمحلات وغيرها، حتى بالليل الحراره بتفضل محبوسه مهما فتحت الشبابيك والمراوح. المكان ده فيه مراوح؟ ليه يا عم؟ موت من الحر. والمشكله دي عمر المراوح ما هتحلها، حلها يا اما تكييف وده مكلف لبعض الناس، اتمتع بالتكييف يطلع عطلان يا دي البخت. لكن حلها انك تقعد في مكان مفتوح زي البلكونات او قدام شباك او على السطوح، هتلاقي فرق شاسع في درجات الحراره. انا شخصيا لما كنت بقعد على السطوح بالليل كنت بسقع وانام. علاج النقطة دي ببساطة شديدة انك تمنع نفسك من التعرض للشمس المباشرة تماما على قد ما تقدر، حتى لو دقايق. هتقولي طب انا مضطر امشي في الشارع، هقولك امشي تحت التند بتاعة البياعين، واحفظ الشوارع الضيقة اللي فيها ظل، وبلاش الشوارع الواسعة اللي كلها شمس واماكن مفتوحة. وتخلي معاك كاب في شنطتك تلبسه كل ما تلاقي نفسك هتتعرض لشمس مباشرة، حتى لو لبسته كده على الهوا وترجع تقلعه تاني. ولو قدرت تخلي معاك سان بلوك مش عيب، وحاول تركز على القمصان في الفترة بتاعة الصبح لو مش عايز تسمر، وبعد المغرب غير والبس اللي انت عايزه. ولو انت سنك كبير استخدم شمسيه مش عيب ابدا عشان ما يجيلكش ضربه شمس. احيانا كمان الحراره بترفع الضغط. لازم تبقى فاهم ان مش بس درجه حراره الجو هي اللي بتتحكم في درجه حراره جسمك، لكن انت نفسك بتتحكم فيها. يعني ببساطه لما تشرب شاي او حاجه سخنه طبيعي ان درجه حراره جسمك ترتفع وتفرهد والضغط يعلى.
لكن العصاير البارده بتعمل العكس. وكمان لما تاكل جيلاتي او ايس كريم يعني هتلاقي درجه حراره جسمك انخفضت تماما، وهتفضل منخفضه لمده توصل لساعات. والدش برضه بيعمل نفس العمليه. وكمان القعده في مكان مكيف، بس ما تخرجش من مكان ساقع لسخن مره واحده، لكن اخرج تدريجيا عشان ما تحسش بالحراره اكتر. يا حبيبي نار. بس كده، دي كانت كل حلول مشاكل الصيف.